تخيل معايا كده تكون عيل ضعيف معدوم الفايدة، بس هوب دروب مرة واحدة تاخد صدفة تنقلك لعالم تاني. تقابلك واحدة تديلك قوة أسطورية وتقولك خليك إنسان أناني. هي ما قالتلوش كده بالظبط يا صديقي، ولكن علشان القافية وكده. المهم، حكايتنا النهاردة هتكون حاجة كده جامدة ولذيذة، وإن شاء الله يعني هتعجبك يا صديقي. بس قبل ما أدخلك فيها، أنا عاوز أشكرك عزيزي المشاهد. فيعني أنت رافع راسي على طول في كل التحديات اللي أنا بعملها لك، وعلشان كده ضربت في دماغي النهارده اعمل لك تحدي جديد ما تعرفش تعمله. التحدي بقى اننا نجيب 1000 لايك في اول يوم. واكيد يا صديقي الرقم ده مستحيل عليك، ده اللي هو هتعملها ازاي يعني؟ بس انا قلت لازم ادي لك تحدي ما تقدرش عليه، وكل مره نكسب يعني ولا ايه؟ فيلا كده صلي لي على النبي وحط اللايك التمام. جاهزين يا وحوش؟ طب يلا بينا نبدا الحكايه. بيبدا الانمي بتاعنا ببطلنا تاكومي اللي فجاه بيلاقي نفسه في مكان غريب وبيتحرك بسرعه، مش بيكون فاهم هو رايح على فين. وكل اللي بيبقى فاكره ان في نور غريب ظهر مره واحده وجابه لهنا، لكن فجاه يلاقي نفسه اتنقل لمكان تاني. وبيشوف ساعتها ساحره مانولين بترحب بيه، وبتعرفه ان هو حاليا في عالم ميلدجارد. بس بعدها بتعتذر له لانه المفروض ما كانش يجي لهنا. طبعا الواد ما بيكونش فاهم هي تقصد ايه بالظبط، فبتبدأ تشرح له إن عندهم في العالم ده تعويذة لاستدعاء الأبطال، واللي هم من عوالم مختلفة علشان يساعدوهم. اختيار الأبطال ده بيكون بشكل عشوائي، بس المرة دي لما الأهداف اتحددت هو ما كانش فيهم. بسبب خطأ في النظام تم استدعائه معاهم. طبعا الواد مش بيكون شايف أي حد غيره في المكان، فبتشرح له نولين إن الأبطال حاليا في مملكة سودونيا المقدسة، لكن هي أدخلته وجابته لهنا لأنه يعتبر غلطة. بيفهم تكومي الموضوع وبيطلب منها ترجعه للعالم بتاعه، بس هنا بتعتذر له تاني وبتعرفه انها مش هتقدر ترجعه يعني. خلاص لبست يا معلم. فبيتفاجئ تاكومي في اللحظة ديت كمان لأنه أصلا عبارة عن شكل روح من غير جسم. فبتقترع لين ولين إنه يفضل في العالم بتاعهم كمقيم مش بطل، ويعيش حياة هادية. وعلشان كده هي مش هتبعته لمملكة سيدونيا اللي مليانة مشاكل، وهتبعته لمكان مسالم وأهدى بكتير. وكمان هتديله قوة تساعده في الحياة بتاعته هناك. بتطلب منه بعد كده يظهر شاشة الحالة بتاعته، ولما بيستدعيها بيشوف انه مستواه واحد وما عندوش اي مهارات. فبتشرح له بعدها ان في نوعين من المهارات: مهارات القتال ومهارات الانتاج. مهارات القتال خاصة باشخاص زي السياف والساحر والفارس، اما مهارة الانتاج فبتكون خاصة بالحرف اليومية وكمان الكيمياء وطب الاعشاب. فبيختار تاكومي مهنة الانتاج علشان مش عاوز يوجع دماغه بحوار القتال ده. فعلا نولين بتديله اللي هو عاوزه، وبعدها بتبعته للمكان اللي هيعيش فيه، واللي هو قارة أسجارد. بينزل بعدها تاكومي في وسط الغابة وبيبص في المية علشان يشوف شكله. بيتفاجئ إنه أبقى شخص مختلف تماما، وبيروح بعدها علشان يشوف إيه اللي معاه في الحقيبة. وبتكون نولين بعت معاه شوية أكل وفلوس وكمان سلاح يدافع بيه عن نفسه. بيفتح بعدها شاشة الحالة وبيتفاجئ إن بقى عنده مهارات كتيرة جدا، فبيقوم بعدها علشان يجربها. وفعلا بيقدر يستخدم سحر المية والهواء وكمان الحجارة. أما سحر النار فمرضاش يستخدمه علشان ما يحرقش الغابة. بيشوف بعدها جذع شجرة كده وبيقرر يستخدم عليه مهارة الحدادة، وفعلا بيحوله الرمح. بيجرب بعدها كمان مهارة جامع الأعشاب، وبيشوف إن حواليه أعشاب كتيرة مفيدة. بيجمعهم كلهم، بس بيكون عددهم كبير ومش عارف ياخدهم في إيه. وبيكتشف في اللحظة ديت إن عنده مهارة صندوق الأدوات، فبيخزنهم فيها. بيقطع تفكيره بعدها بنت بتجري وهي خايفة وبتستخبى وراه، وبتطلع إنها كانت بتهرب من أرنب وحشي ضخم وكان عاوز يقتلها. مش بيكون تاكومي عارف يعمل إيه، بس فجأة الأرنب بيهجم عليه، فبيستخدم الرمح بضربة واحدة منه بس بيخلص عليه. وعلشان كده بياخد لقب محارب. وبيستغرب طبعا بطلنا لأنه المفروض واخد مهارات الإنتاج بس. فبتشكره بعدها البنت بقى وبتعرفه إن اسمها مولي وجاية من قرية قريبة من هنا علشان تجيب شوية أعشاب، بس اتفاجئت بالأرنب ده قدامها. بيفرح تاكومي إن في قرية قريبة منه وبيطلب منها يروح معاها، وفعلا بتوافق. على الناحية التانية في مملكة سيدونيا بنروح للأبطال اللي تم استدعائهم، وبيكونوا عبارة عن تلاميذ في الثانوية. مش بيكونوا فاهمين ايه اللي بيحصل، فبتجيلهم واحدة هنا لابسة نداء وبترحب بيهم وبتشرح لهم انهم في عالم تاني ومحتاجين قوتهم علشان ينقذوا العالم ده. بتكشف عن وشها وبتعرفهم انها الامبراطورة إليزابيث ملكة مملكة سيدونيا. في الوقت ده واحدة من الأبطال واللي اسمها هيلين بتكتسب مهارة فريدة واسمها المعرفة، وبتجيلها غريزة إن الست اللي قدامها ديت خطيرة وما ينفعش يتثق فيها أبدا. بنرجع بعدها بقى لتاكومي اللي أخيرا وصل للقرية، وأهل مولي بيشكروه جدا لما عرفوا إن هو أنقذ بنتهم. لما بيسألوه عنه بقى بيقول لهم إن هو صانع أدوية متجول، وبيطلب منهم يفضل في القرية بتاعتهم لفترة.
بيوافقوا طبعا، بس للأسف مفيش أي نزل فاضي، لكنهم بيقرروا إنهم يبنوا له بيت وخلاص. بيروحوا بعدها بقى للمكان اللي هيبنوا فيه البيت، وتاكومي بيستخدم السحر علشان يجهز المكان اللي هيبنوا عليه. بس بعدها بيحس مرة واحدة وبيطلع إن المنة بتاعته تم استنزافها، وعلشان كده بيطلب منه الباقي يستريح وهم يكملوا الشغل بداله. وفعلا بعد فترة بيته بيكون كامل، وبفضله وقوته قدر يعمل أساس حلو. بيفتح بعدها شاشة الحالة وبيكتشف إنه يقدر يغير الوظيفة بتاعته كمان ويحولها لكيميائي لأنه بيحبها جدا وبيحب يجرب قوته. وكان جامع شوية معادن خام بيبدأ إن هو يعيد تشكيلهم وبيحولهم لسبائك. وبعد شوية بتجيله مولي علشان تجيب له العشاء، بس بتتفاجئ لما بتشوف إن هو راقد على الأرض من التعب، وعلشان كده أبوها وأمها بيقعدوا يلوموه لأنه بيجهد نفسه في الشغل، وكل ما بيكون شغال بيلاقيهم قاعدين وراه حارسينه. بعد فترة بقى بنشوفه مع والد مولي وبيطلب منه يجيب له جرعة سحرية، وده لأنه عاوز يصنع جرعة باستخدام الأعشاب اللي جابها، وعايز يعني يقارن ما بين الاتنين. وفعلا في نفس اليوم بيروح علشان يجهز الجرعة، بس بيلاحظ إن لون الجرعة اللي عملها مختلف عن التانية. بنشوفه بعدها بقى في الغابة بياكل واحدة من الأعشاب السامة، وبتكون قوية جدا، بس هو بيلحق يعالج نفسه، وبنعرف إن هو بيعمل كده علشان هيكتسب مهارة مقاومة السموم. بس المشكلة الأكبر بتظهر بعد كده لما بيلاقي وراه خنزير بري ضخم. الخنزير بيحاول يهجم عليه، تاكومي بيخاف وبيهجم بالرمح بتاعه لكنه بيتكسر تماما. بيحاول بعدها يهجم بأي تعويذة تانية، بس ولا واحدة منهم بتأثر عليه. في اللحظة ديت بيلاحظوا وراه عنكبوت ضخم بس مجروح، وفي لحظة انتباهه بيتشتت والخنزير بيهجم. العجيب بقى إن العنكبوت بينط على وش الخنزير وبيحمي تاكومي، لكن ده مش بيوقف الخنزير وبيرجع تاني للهجوم. وفي اللحظة ديت بطلنا بتجيله فكرة، بيستخدم مهارة التبكيت وبيقدر بيها يخلص عليه تماما. بيروح بعدها للعنكبوت اللي ساعده وبيشوف إن عنده رجل مقطوعة ومجهد جدا خلاص بيموت، فبيستخدم عليه تعويذة الشفاء علشان يعالجه. ولما بيعمل كده بيكتسب مهارة الترويض، وبيتفاجئ إن هو ممكن يخلي العنكبوت ده حيوانه الأليف. ليف بيعرف كمان إنها أنثى، فبيديلها اسم كيري، ونتيجة لكده رجلها اللي كانت مقطوعة بترجع من تاني، وكمان بتتطور وحجمها بيكبر. بياخد بعدها بقى جثة الخنزير وبيرجع بيها للقرية، واللي بيتفاجئوا جدا إن هو قدر يصطاد وحش زي ده، وكمان قدر يروض عنكبوت ضخم، لأن المعروف إن الحشرات مش بتتروض. المهم وبخصوص المناسبة السعيدة ديت بيقرروا يعملوا احتفال، وبالليل والد مولي بيقترح على تاكومي إن هو ياخد جلد الخنزير والقرنين بتاعته ويروح يبيعهم في المدينة، وأقرب مدينة ليهم بيكون اسمها بولتان. وبنشوف إن في نفس الوقت دانو ولين كانت بتراقب كل اللي بيحصل وفرحانة بإنجازات تاكومي. ساعتها بتيجي واحدة وبتسألها إيه هدفها بالظبط من إرسال تاكومي بجسم وقوة مميزين، وكمان بعتته للماضي قبل سنة من استدعاء الأبطال، فبترد عليها إن مفيش هدف محدد في دماغها. كده الجزء الأول خلص، استنوا الجزء التاني، وما تنسوش تصلوا على النبي وقولولي إيه رأيك في الأنمي بتاع النهاردة. لو عايزني أكمل اكتبوا في الكومنتات. وسلام. سلام.